بس من ابو اخر في الدغري بقى، من ابو اللي هو بعد النهايه، عشان ما بحبش احرق كتير. احنا مش جايين هنا عشان حفله. في حقيقة فيديوهات عمر شاور والقيصر والحسن والحسين. في الفيديو ده هكشف لكم من هو توليت او اللي لابس قناع. بس قبل اي حاجه انزل اشترك في القناه دلوقتي وفعل الجرس لكل، واعمل لايك للفيديو ده وصلي على النبي في كومنت وكمل معايا الفيديو للاخر عشان الفيديو ضرب نار. ايه الحماس ده؟ عايزك فنانة وفنانة عندنا تصوير طبعا. في حقيقة فيديوهات عمر شاور والقيصر والحسن والحسين. في الفيديو ده هكشف لكم من هو توليت او اللي لابس قناع. بس من ابو اخر في الدغري بقى، من ابو اللي هو بعد النهايه، عشان ما بحبش احرق كتير. احنا مش جايين هنا عشان حفله. بس هقول لك فلوسك كده كده بتاعت الحفله انت هتاخدها، الاتفاق اللي احنا متفقين عليها تاني. بس انا عايز منك شويه معلومات. وفي الفيديو ده هثبت لكم بالدليل ان الراجل اللي لابس قناع ده هو احمد شوقي، ايوه اللي صاحب عمر شاور. وطبعا الحسن والحسين من كام ساعه نزلوا فيديو ان هم معاهم الراجل المقنع اللي هو توليت. الاجواء الداخليه اللي الناس كلها لازم تعرفها. لو انت تعرفها استنى بقول لك ايه يا فنان، مش وقت عليك. وطبعا في الفيديو ده هثبت لكم ان الدنيا بحالها بتلعب بيكم، وان دول مش توليت، وان ده وده اصحاب ده، وان ده اصلا مش توليت. وهثبت لكم دلوقتي كل حاجه واعرفكم ان ده مش توليت، وان الراجل هو اللي كان احمد شوقي اللي كان مع عمر شاور، انه هو توليت اللي محيركم من ساعه ما جه. وزي ما انتوا هتشوفوا الفيديو دلوقتي ان احمد شوقي والحسن والحسين هو نفس الجاكيت ونفس هو الجزمه برضو، عشان تصدقوا ان هو توليت. بس لو نركز شويه كده ونبص للجاكيت اللي كان لابسه الراجل المقنع اللي كان عليه بيجي عليه رقم 1، ونبص على الجاكيت اللي كان مع الكابتن حسن، هنلاقيه هو نفس الجاكيت اللي كان مع الراجل المقنع. طب ما احنا كده عايزين نعرف مين هو الراجل المقنع والجاكيت ده بتاع مين، يعني معقوله جايبه من بعيد؟ لا، ده انت ركز كده معايا في الفيديو اللي جاي دلوقتي. بتكلم مين دلوقتي؟ بكلم خطيبتي. خطيبتي حلوة ولا حلوة؟ بقول لك خطيبتي. ماشي يا عم انا بس. ايوه يا صديقي بالظبط كده، ده اللي كان قاعد مع الكابتن حسن وكان لابس القناع. يعني بالظبط كده لو تقص وشه مثلا او تقص عينيه وتحطها مثلا على القناع او تلبسه القناع على عينيه دي، هتلاقي نفس الملامح او نفس الهيئه بالظبط. فيا حبايب قلبي الموضوع في الاول وفي الاخر كلها حوارات ما بينهم وكلها اتفاقات، علشان بس ما تصدقش اللي بيحصل وتتوهم. وكده كده عمر شاور اصلا يعرف فين مكان القيصر والحسن والحسين ويقدر يروح لهم مكان ما هم قاعدين. فيا ريت يا صديقي يعني ما تاخدش الموضوع جد قوي كده، ولو عجبك المحتوى ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه وتفعل الجرس للكل عشان يوصلك كل جديد، واستنوني الفيديو الجاي.